أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية المهمة. في هذا الفيديو نقدم لكم آخر المستجدات والتفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة في المغرب خلال الأيام المقبلة، والمناطق التي ستشهد تساقطات مطرية وثلوجا كثيفة. توقعات الطقس اعتبارا من يوم الثلاثاء: أجواء غائمة على الواجهة المتوسطية، مع احتمال تساقطات مطرية في المناطق الشرقية. خلال الأيام التالية بدءا من يوم الجمعة يتوقع عودة الاضطرابات الجوية، حيث ستشهد مناطق مثل بركان، الناظور، الحسيمة، شفشاون وتطوان أمطارا غزيرة. تساقطات مطرية متوقعة على إفران، مكناس، الخميسات والماس، إضافة إلى الدار البيضاء، رباط والجديدة. فترة الليل: اضطرابات جوية تشمل رياحا قوية وثلوجا كثيفة في المناطق الجبلية مثل شيل الريش، ميدلت وميسور، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة. التوقعات ليوم السبت: أمطار غزيرة في المناطق الشرقية مثل وجدة، إضافة إلى مناطق الشمالية مثل طنجة، أصيلة والعرائش. ثلوج مرتقبة في المرتفعات، واضطرابات جوية في أوكيمدن، أمزميز، مراكش، أكادير وتارودانت. التوقعات ليوم الأربعاء والخميس: استمرار الأمطار العاصفية على مناطق مثل الصويرة، أسفي، اليوسفية وسيدي بنور. ثلوج مهمة متوقعة على مرتفعات الأطلس ومناطق مثل إفران، تازة وتاونات. أمطار متفرقة على مناطق الوسط مثل الدار البيضاء، بن سليمان ومكناس. التوقعات ليوم الأحد: أمطار غزيرة ورياح قوية على المناطق الشمالية والشرقية، تشمل جرادة وجدة، الناظور والحسيمة. استمرار تساقطات مطرية في فاس، مكناس والخميسات، مع تراكمات مهمة قد تتسبب في اضطرابات محلية. الخلاصة: الأيام المقبلة ستشهد عودة أمطار الخير إلى معظم مناطق المملكة، مع أجواء غير مستقرة تشمل أمطارا غزيرة، ثلوجا كثيفة وانخفاضا في درجات الحرارة. تابعونا لمزيد من التفاصيل في نشراتنا القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أمطار الخير في طريقها إلينا بإذن الله.